كل سنة وانتوا طيبين. ابتدى موسم طبق الكحك وكوباية الشاي بلبن قدام مدرسة المشاغبين، وانت بتتفرج كده مفكرتش ايه حكاية الكحك ده وابتدى منين؟ زي ما كل حاجة بتبتدي من عندنا، الكحك برضو ابتدى من المصريين القدماء، بس كانوا بيسموه أقراص أو قرص عشان بيشبه قرص الشمس، وارتبط وجوده بالاحتفالات والأعياد الدينية. وعرفنا ده من النقوش الموجودة على جدران المعابد اللي بتوضح تفاصيل صناعة الكحك، واستمر معانا لغاية العصر الإسلامي. ففي عهد الطولونيين اشتهر صناعته في عيد الفطر، وكان بيتعمل في قوالب خاصة مكتوب عليها كل واشكر. وفي عهد الإخشيديين اتحشى بالدنانير الذهبية، وكانت بتتقدم للفقراء على مائدة طولها 200 متر وعرضها 7 متر. وفي العصر الفاطمي كان الخليفة بيخصص مبلغ 20,000 دينار لصناعة كحك العيد، وكانت المصانع بتتفرغ لصنعه من نص شهر رجب، وتتملي مخازن السلطان بيه عشان يوزعه بنفسه على مائدة طولها 1350 متر وعليها 60 صنف من الكحك والغريبة. حجم القطعة الواحدة قد رغيف العيش. ومع العصر المملوكي والعثماني تطورت صناعة الكحك، كانوا بيقدموه للفقراء والمتصوفين على انه صدقة، والمصريين فضلوا يتفننوا فيه، وبقى فيه كحك بعجوة وملبن ومكسرات وانواع تانية كتير، وطبعا ده غير البتيفور والغريبة. بس مهما يتفننوا هيفضل الكحك بسكر هو اهم عنصر في طبق الكحك. ويا رب ايامكم كلها اعياد وبس.